السلام عليكم يا شباب. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة، وإن شاء الله مش هتاخد وقت طويل معانا، عن الوايرنج أو الرموز اللي بتقابلنا في الوايرنج دياجرام، سواء في الأكتروس الموديلات القديمة أو الأكتروس الموديلات الحديثة. نبدأ بأول حاجة مكتوبة فوق اللي هي important symbols، يعني دي رموز مهمة بتقابلنا في الوايرنج دياجرام، تمام، اللي هو المخطط الكهرباء. أول حاجة بتقابلنا هنبدأ من الجانب الشمال، حرف ال A اللي بيقابلنا في أي مخطط كهربي. طبعا كلامنا كله عن الاكتروس، لان الموضوع ده بيختلف من انواع لانواع اخرى من السيارات. ايه يعني كنترول يونت؟ يعني لما قبل حرف الاي معناه يقصد بها كنترول يونت او وحدة تحكم. بي يعني سنسور او حساس. واي يعني سولونويد او بلف، ايا كان البلف ده مكانه فين. في بعض الاحيان طبعا بيرمز ليها في وحدات الحقن والرشاش، لان الرشاش ده عبارة عن فالف بيفتح ويقفل، بيفتح ديزل ويقفل عن طريق بلس كهرباء او اشارة كهرباء، تمام. اكس اللي هي سوكت او فيشة. اف اللي هي اختصار كلمة فيوز، بتعني فيوز، تمام. كي اللي هي ريلي او كتاوت اللي احنا بنسميها في السوق كتاوت. والاس يقصد بيها سويتش او مفتاح، تمام. كده اتكلمنا عن الرموز في الجانب الشمال. طيب الجانب اليمين اللي هو ايه؟ في ارقام 15 30 31 50، دي اللي هي بنسموها الكهرباء او التيرمينال، تمام. يعني يقول لك الكنترول ده قاطع كهرباء كونتاك، الكنترول ده قاطع كهرباء عمومي، تمام. في مشكلة في التيرمينال 31، في مشكلة في التيرمينال 15. ايه الكلام ده؟ اول حاجة ال 15 دي اللي الاجنيشن، اللي هي فتحة الكونتاك، يعني بيسموها كهرباء الكونتاك. لما بتفتح كونتاك في كهرباء بتوصل للقطعة دي، فالكهرباء دي بيسموها الكهرباء ال 15. ال 30 اللي هي الكهرباء العمومي او البوزيتيف، اللي هو القطب الموجب اللي هو البطارية. 31 اللي هو الارضي. ال50 اللي هي خاصة بالسلف او خاصة بالمارش او خاصة بالستارتر موتور، اللي هي تدور المارش بتاعي. طبعا الكهرباء دي بتبقى موجودة بس في كنترول المحرك، او الكنترول اللي بيغذي كنترول المحرك بالاشارة بتاعة السويتش، تمام. وهو طبعا موجودة على المارش بتاعي او الستارتر موتور. ده بالنسبة للجزء اللي فوق من الرسم بتاعنا او الورقة اللي احنا بنشرح منها. الجزء اللي تحت بيتكلم عن الوان الاسلاك. طبعا الموديلات القديمة اللي هي MB1 2 3 كان التعامل معاها بشكل مختلف عن التعامل في الموديلات MB4. طبعا احنا مش هنقول الحديثة، لان MB4 دي بدأ من 2012، ما تعتبرش حديثة يعني من 11 سنة، لكن نسبيا لما بنتكلم بنقول MB4 الحديث، ونتكلم MB3 MB2 MB1 القديم، تمام. فانت عندك في النص في الوان مكتوبه باللغه العربيه، وفي يمين معناها بتبقى شكلها ازاي على المخطط في الام بي 4، وعلى الشمال بيبقى الرموز بتاعتها ايه في مخططات الام بي 1 و 2 و 3. طبعا الكلام ده يا جماعه بالنسبه للجهاز اللي هو الوكاله او الجهاز السي 4 اللي احنا بنشتغل عليه. لما بتفتح الجهاز بتلاقي على مخطط الكهرباء حروف وارقام وكده. احنا اتكلمنا عن جزء فوق، واتكلمنا دلوقتي بنتكلم عن الالوان، لان الالوان مهمه جدا. وانا بفحص اي وايرنج دايجرام وبفحص سلكه، بيديني المخطط لون السلكة، فأنا بالنسبة لي أسهل من إن أنا أدور على رقمها، اللون بتاعها هيبقى واضح جدا بالنسبة لي يعني، وأسهل من إن أنا أبص على الفيشة وأبص على الرقم، تمام. طيب اللون الأسود في الموديلات القديمة كان دايما بيرمز له ب SW. في الموديلات الام بي 4 حرف البي كي، تمام. الأبيض في القديم WS اللي هو على الجانب الشمال، وفي الحديث WH. الأزرق كان في القديم BL، وفي الجديد BU. الأخضر GN، وفي الموديلات الحديثة GN برضه نفس الرموز. البني كان بيرمز ليه BR في الموديلات الام بي 4. في بالبراون BN اختصارها BN. الأحمر في القديم كان RT، في الجديد RD. الروز أو الوردي، تمام، أو الأحمر فاتح اللي هو يرمز ليه بالRS في الموديلات القديمة، والPK في الموديلات الحديثة. والبنفسجي او الفيوليت او الموف كان في القديم VI، في الحديث VT. الاصفر كان GE، وفي الحديث الام بي 4 YE. الرمادي في القديم كان GR، لكن مش موجود عندي في المخططات الحديثة. البرتقالي طبعا ده ما كانش موجود في الموديلات القديمة، موجود في الموديلات الحديثة اللي هو OG، تمام. كده باختصار العلامات والرموز والحاجات اللي بتقابلني على مخطط الكهرباء او الوايرنج دايجرام في سيارات المرسيدس اكتروس. اتمنى يكون قدمت معلومة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.